الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأثر بموت ابن عمه جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فدخل على ولاده وحضنهم وبكى وقال للصحابة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. السلام عليكم. من هنا احنا بنعمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان اللي علمهن أهالينا زمان. واحنا من واجبنا دلوقتي ان احنا نعمل اكل لأهل المتوفي علشان يحسوا ان احنا معاهم، ان احنا حاسين بيهم. مش لازم يكون الاكل مبالغ فيه، المهم ان احنا افتكرناهم وحسوا ان احنا حاسين بيهم ومعاهم. وانا بدوري ما بيكون في حالة وفاة بعمل اكل يتناسب مع ظروفي وببعته. وبالفعل من يومين توفت اخت صديقة بنتي في حادثة، ادعوا لها بالرحمة، الله يرحمها، وادعوا لأهلها ربنا يربط على قلوبهم. الغرض من الفيديو ده ان احنا نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وان احنا نقف جنب بعضينا، مش في الافراح بس، وفي الاحزان كمان نحسوا ببعض ونقفوا جنب بعض. ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.